في عالم الكورة المدرب أكتر واحد مهدور حقه. تلاقي أول ما الفريق يخسر يمشي المدرب حتى لو واخد بطولات قبل كده، ولو الدنيا ماشية كويس وبطولات هنا وهناك نطلع باللعيبة السما، ولو العكس المدرب يبقى السبب. طريقة كل مدرب بتختلف، في اللي اخترع أسلوب جديد ونجح فيه لحد ما اتكرر وبقى كل المنافسين حافظينه، وفي اللي بيعتمد في لعيبته على الجري، عايز عدائين مش لعيبة كورة. أما الكينج بتاع النهارده نجح انه يدرب دنيسرات يا صاحبي، جمع بين كل اللي فاتوا دول ونجح انه يسيطر على نجوم كان مستحيل انك تقول انهم يسلكوا مع بعض. ده غير انه درب في الدوريات الكبرى ونجح فيهم كلهم، وده اللي خلاه واحد من الاساطير فعلا. فتفتكر ان هو سيد المدربين فعلا ولا الساحر المشعوذ زي ما بيقولوا؟ وازاي نجح انه يقدر يسيطر على كل النجوم دول وهو في كل هدوء؟ الدون كارلو أنشيلوتي. في الاول كده تعال ناخد لفه في مسيرته كلاعب علشان نعرف هل نشأته كان ليها سبب في نجاح مسيرته التدريبية؟ الحكاية بدأت في سنة 1974 في مدينة برما، لما شاب صغير كان بيحلم إنه يلعب كورة، وما كانش حد متخيل إن ده هيكون أسطورة في التدريب. في سن 18 سنة بدأ أول مسيرته الاحترافية، وكان واضح من بدري إنه لاعب مش عادي. كان بيلعب كمهاجم تاني أو وسط هجومي، وعنده حس تهديفي عالي جدا، وفي واحدة من أهم لحظاته سجل هدفين حاسمين خلوا برما يطلع للدرجة الثانية. ومن هنا بدأت الرحلة بجد. في سنة 1979 ينتقل إلى روما، ومن هنا كل حاجة بتتغير. أنشيلوتي بقى نجم كبير وبقى عنصر أساسي في فريق قوي جدا، وفي الفترة دي كسب الدوري الإيطالي و4 مرات كأس إيطاليا، وكمان وصل لنهائي دوري أبطال أوروبا وبقى كابتن الفريق. بس رغم النجاح الإصابات دايما كانت واقفة في السكة. وبعدها تيجي المرحلة الأسطورية مع الميلان 1987، فريق مرعب مليان نجوم، وأنشيلوتي كان واحد من أهم نجومه، وحقق معاهم دوري أبطال أوروبا مرتين، وكسب الدوري الإيطالي، وعاش واحدة من أعظم مراحل الكورة. ومن أقوى لحظاته هدفه الصاروخي في ريال مدريد في الفوز التاريخي 5-0. بس الإصابات رجعت تاني، ومع تكرارها قرر يعتزل 1992، وفي آخر مباراة ليه نزل بديل وسجل هدفين، وخرج والجمهور وقف يسقف له. بعد ما الإصابات أنهت مسيرته كلاعب، كارلو أنشيلوتي ما وقعش، بالعكس كأنه كان بيتحضر لدور أقوى، دور محتاج هدوء أكتر من المهارة وعقل أكتر من الرجل. في سنة 1996 بيبدأ رحلته مع برما، الفريق اللي بدأ فيه كلاعب، فريق صغير بس جواه فكرة، ومن أول موسم يقرب جدا من القمة، يخلص تاني بفارق بسيط، وكأن الرسالة وصلت بدري. الراجل ده مش عادي، بس هو نفسه كان عارف اللي فيه حاجة ناقصة، حاجة اسمها التحكم في التفاصيل، لأن القمة مش بس إنك توصل لها، القمة إنك إزاي تعرف تعيش فيها. بعدها بيروح يوفنتوس، وهنا بيبدأ أول اختبار حقيقي تحت ضغط جماهيري وإداري صعب، نادي ما بيقبلش غير الفوز، ويدخل في صراعات مباشرة مع فرق زي لاتسي وروما. بيخسر الدوري مرتين بفرق نقطة أو نقطتين زي ما حصل بعد كده مع يورجن كلوب لو تفتكر. وهنا أنشيلوتي اتعلم أهم درس في حياته، إن الماتشات الكبيرة ما بتتكسبش بالهجوم بس، بتتكسب بإدارة اللحظة. اتفهم حاجة يا باشا؟ بإدارة اللاعبين، بإدارة الأعصاب. ومن هنا بدأ يتكون أسلوبه الحقيقي، أسلوب مش بيعتمد على السيطرة الكاملة زي بيب، ولا الصدام المباشر زي مورينيو، ولا الطاقة المجنونة زي كلوب، لكن أسلوب قائم على حاجة واحدة: الهدوء. الهدوء اللي بيعدي للعيبة يخليهم يلعبوا تحت الضغط وكأنهم في تمرين عادي. والنقلة الحقيقية بتيجي في 2001 مع الميلان، وهنا أنشيلوتي مش بس مدرب، ده بقى مهندس فريق مع رئيس زي بيرلسكوني ونجوم زي مالديني ونيستا وبيرلو وجاتوزو وسيدورف وكاكا وشيفتشينكو وإنزاجي. غرفة ملابس مليانة شخصيات تقيلة، وأي مدرب ممكن يخسر السيطرة فيها، بس أنشيلوتي عمل العكس، ما حاولش يكسر النجوم، هو فهمهم، قرب منهم وخلاهم يثقوا فيه. ودي كانت نقطة قوته، إنه كان بيدير البشر قبل ما يدير الكورة، يغير مركز بيرلو ويخليه قلب الفريق، ويدي كاكا الحرية ويخلق توازن بين القوة والمهارة. وده خلاه يدخل أكبر الاختبارات والنهائيات. نهائي 2005 قدام ليفربول 3-0 في الشوط الأول، كل حاجة تحت السيطرة، وبعدين فجأة الانهيار بيحصل 3-3 وخسارة بركلات الترجيح. أي مدرب كان ممكن يقع بعدها، لكن أنشيلوتي رجع بعدها بسنتين في نفس البطولة، نفس الضغط، نفس الرهبة، وكسب النهائي. وكأن عنده قدرة غريبة إنه يحول الألم لقوة، لأنه كان فاهم إن الماتش الكبير مش بس تكتيك،
ده صبر. وبعدها بيطلع لتشيلسي، دوري مختلف، سرعة أعلى، ضغط أكبر، ويواجه مدربين زي فيرجسون وفينجر، ولكن بنفس هدوءه بيسيطر على غرفة مليانة نجوم زي لامبرد ودروجبا، ويكسب الدوري والكاس بأسلوب هجومي ممتع، ويثبت إن فكرته مش مرتبطة بدوري معين. بعدها باريس سان جيرمان، مشروع جديد مع إبراهيموفيتش، شخصية صعبة، لكن أنشيلوتي يعرف يحتويه، يخليه جزء من المنظومة مش محور الكون. وبعد كده بتيجي اللحظة أكبر، ريال مدريد 2013، نادي مليان نجوم، كريستيانو وبيل وبنزيما، راموس ومودريتش، وتحت إدارة بيريز. الضغط هنا مش عادي، ده ضغط تاريخي. أنشيلوتي يدخل بهدوءه، يغير طريقة اللعب، يخلي الفريق يلعب بمرونة، ويبدأ الصدام مع الكبار. بيب جوارديولا مع بايرن ميونخ، نص نهائي دوري الأبطال 2014، الكل متوقع معركة تكتيكية معقدة، لكن أنشيلوتي يلعب ببساطة، دفاع منظم ومرتدات سريعة، وبيفوز 5-0، درس قاسي لواحد من أعظم المدربين. وبعدها النهائي مع أتلتيكو مدريد، الدقيقة 90، الفريق خسران والجمهور متوتر، الملعب بيغلي، لكن على الخط أنشيلوتي واقف هادي، ايده في جيبه، مفيش صراخ، مفيش زعر، وكأن عنده ايمان ان اللحظة لسه جاية. وفعلا هدف راموس بيجي والماتش بيتقلب، ودي كانت فلسفته، انه بتفضل ثابت لحد اخر ثانية، لان الماتش ما بيخلص الا بصفارة الحكم. بعدها بيحقق 4 بطولات في سنة واحدة، لكن رغم النجاح بيرحل وبيروح لتجارب مختلفة، بايرن، نابولي، ايفرتون، وفي ايفرتون تحديدا بيواجه كلوب، بيدرب الجري والطاقة، ويكسبه في أنفيلد، كأنه بيقول إن الصبر ممكن يكسب السرعة. وبعدها بيرجع لريال مدريد 2021، وهنا نبدأ نشوف النسخة الأذكى منه، مش بس مدرب، ده خبرة سنين. بيواجه بيب تاني مع مانشستر سيتي، نص نهائي 2022، بيخسر في الذهاب، وفي الإياب الدقيقة 89 الفريق خارج، وكل حاجة انتهت إلا عند أنشيلوتي. نفس الهدوء، نفس الإيمان، هدفين في دقيقتين والماتش يتقلب، واحدة من أعظم الرومنتادات في التاريخ. وبعدها النهائي قدام ليفربول وكلوب، فريق ضغط عالي، سرعة وقوة، لكن أنشيلوتي يلعبها بذكاء، يقفل المساحات، يضرب في اللحظة الصح، ويفوز بالبطولة، ويكمل في فترته الثانية مع ريال مدريد، يكسب الدوري والسوبر وبطولات تانية، ويكسر أرقام، ويثبت إن سر نجاحه مش إنه يسيطر على المباراة، لكن إنه يسيطر على الحالة النفسية للفريق. كان دايما بيقول إن كرة القدم بسيطة، لو عرفت توصل للاعبين هتكسب، وده كان الفرق ما بينه وما بين الباقي. بيب بيكسب بالنظام، مورينيو بيكسب بالشخصية، كلوب بالطاقة، لكن أنشيلوتي بيكسب بالهدوء، وفي عالم كله صياح هو بيختار الهدوء، وده كان سلاحه الأخطر. من لاعب الإصابات وقفته بدري لمدرب كسب كل حاجة ممكنة، وسيطر على أكبر النجوم، وكسب أصعب النهائيات من غير ما يرفع صوته، بس بعقل هادي، وده كان كفاية إنه بقى أسطورة حقيقية.